ازيكم يا جماعه، ايه الاخبار؟ انا معاكم احمد مغازي من ريفيوزات. احنا دلوقتي في حفل اطلاق 4 تليفونات لشركه نوكيا، نوكيا 6 ونوكيا 5 و3 و310. حاليا انا معايا دلوقتي نوكيا 6 وهو الجهاز الهاي اند بتاع الحفله النهارده. زي ما احنا شايفين التصميم بتاع التليفون سيمبل جدا بس شيك جدا. لونه اكتر حاجه عجبانا فيه، مصنوع من الالومنيوم. لو جينا نبص من قدام هنلاقي فيه الهوم بutton وفي زرار بتاع الباك، وهنا الزرار بتاع المالتي تاسكينج او الريسنت ابس الموجوده. هنا في الباور باتون وفي الفوليوم روكر اللي بيعلي الصوت وبيوطيه. هنا فتحه السيم كارد وفتحه الميموري، من فوق فتحه الهيدفونز، ومن تحت فتحه الشاحن. من اكتر الحاجات الممتازه الموجوده في التليفون ان نظام التشغيل الموجود عليه هو اندرويد 7.1.1 او اندرويد نوجا، وهو احدث نظام تشغيل طبعا موجود من اندرويد. من الحاجات التانية برضو اللي حابين ان احنا نتكلم عليها هي الرامات بتاعة التليفون. الرامات بتاعة التليفون زي ما احنا شايفين 3 جيجا بايت رام، وده طبعا رقم كويس جدا. اما بالنسبة للستورج او مساحة التخزين الموجودة في التليفون فهي 32 جيجا بايت، وتقريبا السيستم واخد منها حوالي 9 او 10 جيجا بايت. تمام. بطارية التليفون هي 3000 ملي امبير، والبروسيسور الموجود في التليفون هو سناب دراجون 430 ثماني النواة، وده يعتبر معالج معقول مناسب للتليفون. شاشة التليفون الموجودة هي فول اتش دي 5.5 بوصة، وبيجي بطبقة جوريلا جلاس علشان تحمي التليفون من الخدش. ده كان معظم الكلام ان احنا نقدر نقول دلوقتي على في حاجة تانية برضه عايزين نقولها، هي ان الكاميرا الخلفية بتاعت التليفون 16 ميجا بكسل، اما الكاميرا الامامية هي 8 ميجا بكسل. لو حابين نعمل زي تيستنج كده للكاميرا، طبعا دي حاجة بسيطة يعني لحد ما الجهاز يكون عندنا. دي سامبل كده للصورة اللي احنا صورناها دلوقتي، وطبعا الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل. ده كان زي هاندز اون كده أو انطباع أولي عن التليفون لحد ما التليفون يكون موجود عندنا في المكتب ونعمل فول ريفيو عليه. شكرا ليكم.